تفضلي. يلا بسم الله. هلا بدنا نحمي شوي الزيت عبين ما نحضر الشنتزل. سكالوب لحم عجل عادي، ما فيهوش بهارات كثيرة. بدنا نتبل الطحين بشوية فلفل أسود وملح، وفي عنا بيض بس بدنا نخفقه، ما رح نحط معه إشي. ممكن نحط شوية خل مع البيض، بحطوا مع الأرشلة يعني التتبيل الإيطالية، أوريغانو، بحطوا ريحان، بحطوا الألماني أرشلة خالصة، نفس الشيء هي، بس التتبيلات مختلفة. اللحمة بنجيبها لحمة عجل، بتكون عند اللحام مدقوقة بهاي الطريقة عشان تستوي معنا بسرعة. والخطوات المتعارف عليها بعمل السكالوب أو الستيك، قصدي سكالوب الدجاج أو اللحمة، بننزل الطحين الزايد عنها، بعدين بنحطها في البيض، بعدين بنحطها بالإرشلة. زي ما قلت لك ممكن الإرشلة إذا حبينا نعملها بطريقة تانية إنه نحط معها جبنة البارميزان أو أعشاب عطرية، أو نتبلها يعني بأي إشي إحنا بنحبه بنقدر طبعاً. نقليهم بالزيت بهاي الطريقة. قبل كل إشي مية الدجاج اللي عنا هاي باردة مش ساخنة، رح أحط منها شوي مع اللبنة قبل ما نحطها على النار عشان بدنا إياها باردة. أوكي. طيب رح أحضر كمان شغلة تانية بدنا نحطها بالصوص. هلأ بس تغلي المرقة اللي هي الطحين، معلقتين طحين حطيناهم، بدنا نحط معهم شوية مي بس عشان ندوبهم وما يكبتلوا معنا. إذا ملاحظ سمير ما فيها أي قلي ولا إشي ولا زبدة، يعني الصوص بس مرق الدجاج مغلية على النار ولبنة وشبت. ورح نحط هلأ بس الطحين من على البارد هيك من برضه من دوبه. غلت مية الدجاج. رح أحط عليها سمير هلأ أنزل الطحين، بس حاسة بده شوية تحريك زيادة. أوكي. هلا بنحط الطحين وبنحرك. هاي لما غليت مرقة الدجاج. غليت مرقة الدجاج، حطينا الطحين، بنحرك. هلا راح نحط اللبنة اللي خففناها مع مرقة الدجاج. شايف صارت زي الكريمة بس من غير كريمة. اوكي. وبدنا ننزل عليهم الشبت